بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. عايزين نصلي على النبي كده ونوحد الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. نيجي نشوف السوق بتاعنا ماشي ازاي اليوم ده. الشمعة الخضرا دي والشمعة الخضرا دي كان السوق صاعد، بس انت ما حسيتش بالصعود ده ليه؟ لان السوق كان صاعد بالتجار الدولي وطلعت مصطفى بنك CIB وطلعت مصطفى اعتقد. طب اشمعنى الاتنين دول اللي طالع بيهم؟ معرفش. بس صعودهم ده ما خلاكش انت مستريح، انت ما كنتش مبسوط لان السوق ما بيطلعش باسهمك، على عكس الصعود بتاع امبارح اللي هو اخر يوم قصدي في البورصه. كان السوق طالع باسهمك اللي هي الاسهم العاديه، الاسهم اللي بتشيل البورصه فعلا. طب ده ان ده اللي يدل على ايه؟ يدل على ان البورصه بتاعتنا في مصر، وده فعليا حقيقي يعني. آه عايزين ننقي اللفظ كويس. مش بقدر الامكان ماشيه على التحليل، ومش ماشيه على اي حاجه. هي الفكره بس في غياب شفافيه كبير، في حاجات كتير قوي بتحصل، في ميكروات بيحبوا يلعبوا بينا ويلعبوا علينا. ايه الدليل على كده؟ ايه ان انت ممكن تلاقي السوق صاعد بس انت اسهمك هابطه، ممكن تلاقي سهمك الوحيد اللي بيصعد بس السوق هابط. في حاجات كتير قوي بتحصل، في متغيرات كتير بتحصل. طب الرؤيه العامه ايه؟ الرؤيه العامه لا، ان السوق لسه صاعد. طب الاسهم اللي هبطت اخر فتره هترجع تصعد تاني، دي الرؤيه العامه. دي الرؤيه العامه. نيجي بقى على رؤيه الاسهم كل سهم على حده. ناخد برضو المؤشر السبعيني. اعتقد المؤشر السبعيني لسه عنده هبوط، ممكن ينزل يزور 6300. اما التلاتيني اعتقد بقى ماشي في قناه صاعده، زي ما انتم شايفين القناه الصاعده ليها قاع ليها قمه، كل شويه بيجيب قمم اعلى، فهو هيرجع يصعد تاني. نروح بقى للاسهم اللي الناس عايزينها. نقفل الحاجات الصغنطوطه دي. مينا الاستثمار واعمار وايكون وموبكو وسيدي كرير. مينا الاستثمار. مينا من الاسهم اللي الواحد ما كانش بيبص عليها كتير. طبعا هنا كانت مكونه نموذج ايجابي جيد، هنا تاكيد الايجابيه، صعود مش عارف ايه. دي نقطة دعم جيدة لمينا. يوم الحد حافظت عليها بشمعة خضراء يبقى راجعة تصعد، ما حافظتش يبقى هتهبط. ايكون. ايكون من الاسهم اللي لها مستقبل كبير، مستقبل كبير قوي. والشمعة دي تأكيد على الكلام. ايكون عندك هدف 25، في هدف ابعد في التلاتينات. اعمار. اعمار مصر من الاسهم القوية التقيلة. طب ليه بيهبط؟ عشان تخرج منه. اعمار ده داخل في راس الحكمه، يعني اي هبوط تزويد فيه، لان اعمار مش هيتساب قبل 11 جنيه مثلا. ده هدف قريب، ده هدف قريب كمان. يعني اعمار دلوقتي بخمس، ما تسيبوش قبل 11 جنيه. ده هدف قريب. الهدف البعيد فين؟ عند العشرينات. في اصلا كده في طلعت مصطفى كان ب 9 جنيه. فلما اقول لك اعمار ما يتسابش غير عند العشرينات ويمكن ابعد كمان. موبكو سيدي كرير. موبكو بالنسبه لي وسيدي كرير قطاع البتروكيماويات دلوقتي فرص جميله قوي فيهم، جميله قوي فيهم فعلا للي حابب يستثمر. عندك موبكو نقطه دعم جيده، الشراء فيه هدف 69 ارتكاز، هدف 85 ارتكاز، هدف 106. انا من الناس اللي كنت شاري اصلا في ال 69 وهدفي على ال 106، ومش بعيد اكون شاري اعلى كمان. وبالهبوط ده كله ما بعتش، مش ما بعتش ومش هبيع. حاجات استثمارات. سيدي كرير. سيدي كرير الحركه دي بيعملها كل فتره، ينزل بديل كده ياخد له دعمين ثلاثه من تحت ويرجع منها يصعد. طب تعالوا نفتكر الحركه دي حصلت امتى. حصلت مره هنا ومره هنا. طب بعد المرتين دول ايه اللي حصل فيه؟ ودي كمان مره. طب بعد المره دي ايه اللي حصل؟ تقريبا السعر اتضاعف، زاد 10 جنيه تقريبا، يعني زاد 60% تقريبا. بعد الحركه دي كمان السعر انتقل منين لفين؟ وفي جلسات قريبه، يعني الحركه تحصل يروح جاي السعر بقى بعديها بكام جلسه طالع على طول للضعف تقريبا. فلما تتعادل الحركه دي تاني يبقى الاسبوع الجاي هيورينا اكتر هل هو هيرجع يصعد ولا لا. بس عموما فرص الشراء فيه قويه. عامر دايس كونستراكشن طاقه منه لله. عامر جروب. المنظر ده كويس في عامر، تشتري وتبيع عند الواحد 3. دايس
المنظر ده برضو كويس في دايس، تشتري وتبيع عند 1.5. دايس هتكمل صعود، هتكمل صعود. اعتقد ده على ما اتذكر ده الهدف اللي احنا رسمناه سوا. مش فاكر هو لا، حقيقي مش فاكر. وقلنا ان مع الصعود ده كله هينزل يصحح عنده ويرجع يصعد تاني. فعلا نزل لمسه بديول وطلع من عنده. الطلعه دي تاكيد للايجابيه، تبيع عند 1.5. كونستراكشن، اعتقد كونستراكشن لما وصلت ل 300 كانت نقطه عاليه فيها، نقطه عاليه فيها قوي ال 300 دي. يبقى كونستراكشن عنده تصحيح لل 271. لما يوصل ل 271 هنشوفه، اعتقد منها هيرجع يصعد تاني. لكن عموما كونستراكشن اعتقد ان هو هياخد سكه موبكو، لان روسكو كونستراكشن شركه كبيره قوي وقويه قوي، وسهمها هيتنيه يزيد. سهم موبكو كان ب 200 جنيه ولا 100 جنيه، وصل ل 800 بعدين قسم. اعتقد كونستراكشن في خلال سنه او اتنين هيبقى فيها تقسيم كمان. فكونستراكشن خلال سنه او اتنين، يعني انا عارف ان الناس هنا في مصر اخرها اسبوع تسيب السهم، بس هو احنا بنقول الرؤيه العامه. فهي في خلال سنه او اتنين ممكن تقسم سهمها وترجع تاني رقم صغير، وارد. لكن عموما هي كانت وصلت لقمه كبيره، لازم تصحيح عن 271 منه لل 362. طاقه، موبكو قلنا مره، والدوليه للمحاصيل ومصر للالومنيوم. ماشي. طاقه لازم يتكتب بالانجليزي، مش عارف ليه. طاقه منه لله. امم هو اللي بيحصل ده غلط. يعني احنا عايزين نشوف هل الطاقه دي كده ماشي صح ولا غلط. دي اخر شمعه كانت طويله قوي في طاقه، ناخد لها تصحيح فوبوناتشي. اي نعم، طاقة نزل تحت الجولدن زون بتاعت فوبوناتشي، لكنه لسه ما عادش اختبارها. طب حتى لو عاد، في ناس ما تفهمش الكلام ده برضه. طب حتى لو عاد اختبارها، طاقة هابط مؤقتا عامة لا صاعد، وفي فرص كبيرة وفي دبلات في طاقة. لأن اللي هيحصل في القطاع ده كله، قطاع البنزين والسولار والحاجات دي، هتخلي الأسعار دي تزيد، وأسعار المحروقات عموما. فطاقة، طاقة فيه دبلات كتيرة قوي، دبلات كتيرة، فيستحسن تستثمر فيه. موبكو قلنا الدولية للمحاصيل ومصر للألمنيوم. الدولية للمحاصيل كانت في ترند صاعد، رسمنا لها احنا نقطة تصحيح فيه، نزلت احترمت النقطة دي قوي. تمام، عايز تشتري وتبيع في جلسات بسيطة كمضاربة، يعني تبيع عند ال 16. برضو جلسات بسيطة بس أطول شوية تبيع عند ال 17، تستثمر فيها. ليه لأن ده عالم هابط، عالم هابط بعد موجة صاعدة، يبقى غالبا في استكمال صعود، يعني في استكمال نفس الموجة تاني للاستثمارات الطويلة. فالدولية للمحاصيل كويس. انت عايز الألمنيوم العربية ولا مصر؟ مصر الألمنيوم. مصر للألمنيوم. آخر حاجة كنا رسمينها لها ال 139، يعتبر لمست فيها ونازله تصحح. هل ده كفايه؟ اعتقد لا، ان مصر الالومنيوم لسه عندها تصحيح، ممكن تزور ال 77. يبقى الاحسن تبقى بايع فيها. اكيد طبعا انت مش وحش للدرجه دي وما اشتريتش بالعالي يعني. رميده ايه اللي كنا سيدك اللي قلناه، والباقي ماشي. رميده، ادي رميده عمل لنا ارتكاز جيد على النقطه دي، وبدا يشكل خط صاعد في هدف عند 3 فرميده كويس. إليكو، إليكو بالشمعة دي تدل على مزيد من الهبوط، فيستحسن تخرج من إليكو. غاز مصر، غاز مصر الارتكاز ده جيد، ممكن تشتري كمضاربة صغيرة من هنا تبيع عند ال 44. تأكيد صعود غاز مصر وانطلاقه كسر ال 44 والارتكاز عليها، اختراق ال 44 والارتكاز عليها زي ما بتحبوا تسموها يعني. عتاقة والنساجون وقناة التوكيلات. عتاقة أعتقد عنده مزيد من الهبوط للترند الصاعد الأصفر ده عند ال 2 4.
القناة توكيلات قلنا انه سهم استثماري كويس، وما زلت عند كلمتي انه سهم استثماري كويس تشتري فيه، وكل ما يهبط تزود فيه، ويبقى هدفك عند ال 40 جنيه. مع هبوط السوق هو نزل وجب مع الناس يعني اللي نزلت وبتاع، بس هيرجع يصعد تاني. ناقص ايه؟ النساجون اعتقد اللي ناقصه في كلام. ادي نساجون معاك. النساجون عملت شمعة هنا تدل اعتقد على نهاية الترند الهابط، وهترجع تصعد تاني النساجون. وغاز مصر احنا قلنا، موبكو قلناه، اسماعيلية للتطوير. اسماعيلية للتطوير اعتقد ما زال عندها هبوط، انا رسم لها الهبوط ده من بدري، واعتقد بكسر ده كمان ما زال عندها هبوط. راية، اسك، مصير اتصالات، فوري، بنك ابو ظبي. في 2 راية اعتقد. هو ايه الراية؟ اتصالات. راية اتصالات، ناخد دي بالمرة. الراية دي كويسة، ممكن تشتري فيها تبيع عند ال5 1. طبعا هي مش طلب اي حد، بس اهو ناخدها بالمرة. راية اتصالات هي في منطقة عرضية كراية بالشكل ده، عندها هبوط. الهبوط لحد فين؟ اعتقد ل5 3. من 5 3 ممكن تشتري. اسك، مصير اتصالات، فوري، ابو ظبي. ماشي. اسك، اسك اعتقد خلص الهبوط بتاعه وهيبدا يصعد، بس هو اسك اصلا ما كانش بيهبط يعني. هو اسك بعد الصعود ده كله عامل منطقه عرضيه، المنطقه العرضيه دي من ال 44 لل 60، فهو اصلا ما كانش بيهبط، هو لسه واقف فيها. المنطقه العرضيه دي هي منطقه تزهيق، زي اللي هنا، زي اللي هنا فعلا. وبعديها اسك فيه لل 100 جنيه، يعني اسك دلوقتي ب 40 هيبقى في ال 100، وهنروح نشوفه في ال 100. لما يوصل لل 100 بقى ما تبقاش تقول هو جري مننا ازاي، هو ليه ما فيش محلل يتكلم عليه. لا، احنا اتكلمنا اهو. طبعا الكلام مش للي بيسال عامه، الكلام عموما. مصرية اتصالات، فوري، بنك ابو ظبي. ناخدهم كده باللي قابلنا الاول. بنك ابو ظبي، بنك ابو ظبي تحت الترند الاصفر ده يخوف، ننتظر يوم الاحد. لو صعد فوقه يبقى تمام، وعندك ل 56، وفي هدف لابو ظبي عند ال 75. في هدف لابو ظبي على الترند الصاعد ده عند ال 75، فهننتظر يوم الاحد. عموما ابو ظبي كويس عامه، انما ايه اللي هيحصل في المدى القريب هنشوفه يوم الاحد. يوم الاحد اللي هو بكره. فوري، انا كنت على الجروب الخاص قلت لهم ان كتير السوق كان بيصعد وفوري ما بيصعدش. المره دي مفيش صعود للسوق من غير فوري، وبالفعل في مفيش مساحه. المره دي فعلا فوري صعد معانا من ال5 جنيه لل8. بالارتكاز هنا هو لسه عنده صعود، بس انا اخش او لا؟ اعتقد ان هو عالي شويه، ممكن استناه من تحت اكتر واخش. باقي المصريه للاتصالات. ادي المصريه للاتصالات بتكون ارتكازات جديده عشان تروح لاهداف بعيده. مصريات الاتصالات عندها هدف ابعد، عندها هدف ابعد، فمصريات الاتصالات كويس. قعدنا قلنا ارابيا، بي انفست، المصري الخليجي. ايه المصري الخليجي ده؟ بي انفست، بي انفست بعد الصعود لل 27 نزلت هبطت شويه تصحح، اعتقد انها لسه عندها صعود لل 30000 لل 30 جنيه، فما فيش حاجه تخوف فيها يعني. البنك المصري الخليجي لا، ما بحللش بنوك. عربية للاستثمارات هي لسه صاعدة، لسه صاعدة، الهبوط اللي فيها ما يخوفش، وكل هبوط زود فيه. اعتقد عربية انفست عندها صعود كويس وارقام كويسة. بايونيرز واسمنت هنا. انا بحاول اشتهجاها يعني، بس اكتبوا الجهود يا جماعة، الله يبارك لكم. انا مش لاقيها. مصر للاسمنت هنا،
الارتكاز ده كويس، ممكن تخش فيها مضاربة صغيرة من هنا لل22 وعندك 23/3. لما ترتكز على 22 تشتري ال26/7. مصر الألمنيوم قلناه، سيدي كرير قلناه. تعلم. تعليم. تعليم اي نعم شموعه بالنسبة لي وحشة، لكنه عنده صعود، لسه عنده صعود، ممكن تشتري من هنا وتبقى بايع عند 8 جنيه مثلا. مصر الألمنيوم قلناه. عايز قيمة والقبضة الكويتية. فين قيمة؟ ادي قيمة اعتقد لسه عندها هبوط ل9 جنيه، محدش يقلق من قيمة، لان قيمة من فترة كانت عند السبعة، عند 7 جنيه، وصلت منها ل12 في كام جلسة. فيعني هي لسه عندها هبوط بس هي عموما ما تقلقش. القبضة الكويتية هي بتنزل لانها متقيمة اصلا بسعر الدولار، فكل ما الدولار ينزل هي هتنزل اكتر، فعموما ما كانش ينفع تبقى فيها بعد ال53. فمن هبوطها ده في عندنا منطقة شراء تانية ليها هنا، وفي منطقة شراء تالتة ليها من هنا، فانت عندك اعتقد هنستناها في اوائل التلاتينات كمان، لان لسه عندها هبوط. ايجي ترانس. ايجي ترانس اعتقد فيه هبوط، يعني هي بعد ال5 جنيه تقريبا لازم يبقى كانت تتباع، ولسه فيها هبوط تصحيح. بي اتش دي سي اعتقد دي بالم هيلز. بالم هيلز عملت ارتكاز جيد من هنا، ارتكاز جميل، ممكن تشتري فيها وتبقى بايع عند ال4. طلعت او اي اتش روبكس نهر الخير الكابلات. ماشي. فين طلعت؟ ادي طلعت. طلعت كان وصل على حدود المية، على حدود المية، بس في العادي قبل الهدف كده يروحوا جايين عاملين لك حركة ما يوصلكش الهدف، لكن طلعت عنده هدف عند ال100 جنيه، ممكن ينزل تصحيح ل66 منها تشتري وتبيع عند ال100. روبكس. روبكس الشمعة دي عادية جدا، هي بس شمعة تخويف، لكن روبكس أعتقد عنده أهداف ل10 جنيه. في شيء أنا مستغرب له في نهر الخير، إن هو قعد يعني أيام كتير قوي ورا بعض، من من تقريبا 40 قرش لحد الجنيه، لحد الجنيه لحد تقريبا 2 جنيه صعد بس. فازاي في حد هيخش ويآمن؟ فانا نفسي ما كنتش مآمن يعني. فاعتقد نهر الخير لسه عنده هبوط لل1 2. او اي اتش والكابلات اللي متبقيين لك. او اي اتش اعتقدها جيدة لحد النص جنيه. الكابلات. كابلات اعتقد دي نقطة ارتكاز كويسة، يعني كويس ان احنا بنفتح وبنشوف الخطوط دي. انا والله ببقى ناسي ان انا راسم، يعني انا ببقى ناسي ان انا محلل الاسهم دي اصلا قبل كده. الكابلات نفس الفكرة، احنا قلنا بعد الصعود ده علم وفي هيبقى فيه استكمال صعود، فلذلك الكابلات اعتقدها كويسة، وممكن تشتري وتبيع عند ال4 جنيه. هي كويسة الكابلات. اعلامي ما بحللوش، عتاقة قلته. البركة اعتقد ده بنك فنجيبه، بس ده بنك اسلامي. بنك البركة عموما من الحاجات اللي شموعها وحشة، لكن انت ممكن تشتري من هنا وتبقى بايع عند الترند الصاعد ده اللي هو في حدود ال17 جنيه. نصر اعمال وركتة وسيدي كرير. ماشي. سيدي كرير قلناه. في ركتة دي اعتقد ان دي نقطة شراء، منطقة شراء يعني مش نقطة. غالبا الشراء والبيع بيبقى مناطق مش نقط، ده غالبا في معظم الحتت والاماكن اصلا بيبقى منطقة مش نقط. فانت عندك منطقة الشراء دي
هو هنا في منطقة شراء ممكن تشتري فيها وتبقى بايع عند نقطة الهدف. عايزين نخليها موازية بالظبط، تبقى بايع هنا. النصر للأعمال الميدانية أعتقد عنده هبوط لل4 جنيه. قلنا احنا ايه بقى في الوقت ده؟ قلنا ان في 7 اسهم ان شاء الله هننزلهم النهارده، اغلبهم او يعتبر كلهم مضاربات تقدر تخش فيها ويبقى ربح في خلال اسبوع او 2 بالكتير، وهنقلل بنسبه كبيره من اسهمنا الاستثماريه اللي كنا بننزلها وهنشتغل اكتر مضاربات. وبمناسبه شهر رمضان احنا هننزل ال7 اسهم على قناتنا العامه مجانا مقابل بس الدعاء، ما تنسونيش بصالح دعائكم. ام جروب وبورسلين القاهره. ام جروب اعتقد نقطة ارتكاز جيدة وتبقى بايع عند ال10 جنيه. الجوهرة اعتقد عنده هبوط، فيه هبوط فيه. لو سمحت لكح، انا دورت على لكح ما لقيتش حاجة بالاسم ده، ممكن حللناه. الاهلي للتنمية الاهلي للتنمية اعتقد عنده هبوط، عنده مزيد من الهبوط. الشمس وامو، ادي الشمس ممكن يبقى عنده هبوط لحد 6 جنيه، لكن الشمس عنده اهداف عالية وحلوة. في اموك اموك رجع لمنطقة الشراء اللي منها اتحرك لل11. اعتقد ان اموك هيرجع يصعد تاني من الاسبوع الجاي. اموك سهم مظلوم جدا، سهم مظلوم قوي. مصر الجديدة اسكان دي نقطة شراء جيدة فيها، يستحسن تشتري وتبقى بايع عند ال13 جنيه. فوري قلناه، منصور القبضة الكويتية قلناها، الشمس قلناه، بالم هيلز قلناه، ايجي ترانس قلناه. في ايه؟ منصورة دواجي. منصورة دواجن اعتقد عندها صعود للمضارب السريع، تبيع عند 1.35. اسمنت هنا قلناه، طاقة قلناه، تحليل الشمس قلناه. مساء الخير على حضرتك. اي فاينانس، مساء النور يا حبيب قلبي. فين اي فاينانس؟ اي فاينانس اعتقد بعد الصعود ده كله هيبقى فيه تصحيح. طب التصحيح لحد فين؟ عندك هنا عند ال24 واحد، وفي هنا كمان هينزل لهم. بعد ما ينزل لهم نبدأ نشوف، لكن هو هيرجع يصعد اعتقد. يرجع يصعد ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، رمضان كريم. الله اكرم. الانتاج الاعلامي قلت ما بحلوش. وعز الجوهرة اعتقد انا قلتها. مين الاستثمار قلته. كيو ان بي اي ده بنك فانا مش هحلله. اي السويدي ماشي. السويدي اعتقد بالارتكاز على 39 عنده كمان هدف صاعد، فهو هيرجع يصعد تاني. عربية حليج اقطان دي نقطة شراء جيدة فيه، ممكن تشتري وتبيع عند ال7.3. دلتا للسكر بتكون نموذج إيجابي، ممكن تضارب فيها من ال64 تبيع عند ال70. لما ترتكز على 71 تبقى هي لسه، يبقى أكدت نموذج إيجابي وهتصعد. عرب ديري، مستشفى كليوباترا، المطورون العرب.
عرب داري عند النقطة دي طول ما هو محافظ عليها فهو كويس وهيكمل إيجابية، نزل تحتها يبقى مش كويس. كود يا جماعة الله يبارك لكم. فأنا مطورون العرب مش لاقيها عشان مش لاقي كود. عرب داري قلناها. دور بقى يمكن. الملتقى العربي هو المطورون العرب، مش عارفه ولا لأ، بس اكتبوا الكود يستحسن. مستشفى كيلوباترا الارتكاز ده جيد برضو، اعتقد عندها صعود ل6.5 وتبيع عند ال6.5. ممكن رايح حضرتك في سهم اعمار وابو قير، لا الاتنين هيردوا، اتنين كويسين وهيردوا. العالمية للاستثمار، هي النقطة دي نقطة دعم قديم؟ لأ مش نقطة دعم قديم. هي الفجوة دي حصلت ازاي اصلا؟ ازاي الفجوة دي حصلت؟ اعتقد ان هو لازم ينزل يسد الفجوة، لازم. فهو عنده هبوط لحد ما يسد الفجوة، وارد. ففي هبوط، في هبوط. الصعيد العام عربية اصول، قلعة مصرية دواجن هرمس. فين القلعة؟ طب ما هرمس اهو. ادي هرمس، الارتكاز ده جيد في هرمس، ممكن تشتري على اساسه وتبيع عند ال22. هرمس من الاسهم برضو اللي ما كانتش بتتحرك بسهوله يعني، بس اتحركت المره دي مع الصعود ده. دي حاجات والله بتقولك ان السوق صاعد، وان الحاجات التقايل في السوق هي اللي بدات تتحرك. القلعه لا يعني لسه مش مبشره، بعد ما وصلت 3.5 بدات تنهار تاني. المنظر ده لسه مش مبشر فيها يعني، اعتقد لسه عندها مزيد من الهبوط. الصعيدي العامه وعربيه اصول ومصريه دواجن. الصعيدي العامة نزلت لنقطة الشراء اللي احنا راسمينها، ممكن تشتري فيها وتبيع عند ال9.7. مش دي، مش دي. ACAMD. العربية لتطوير الأصول كان عندها نقطة معرضة فيها من فوق، كسرتها ونزلت لتحت، بس ده ما يمنعش برضو إنها لسه في منطقة عرضية. فأعتقد إن أنت لو أنت مش فيها ما تشتريش، طب لو أنت فيها وخسران ما تبيعش لأنها ترجع ترد تاني. فخليك فيها، هتعوض لك خسارتك إن شاء الله. اعتقد يوم الحد في السهم ده هيبقى كافي قوي، لو عمل لك شمعة خضراء يبقى هيرجع للصعود، ما عملهاش يبقى هيهبط. عتها قلنا ممكن رأي حضرتك في اسماعيلية تطوير، قلتها. العالمية ده سهم كويس ولا لأ؟ أنا ما لقيتوش. رأي حضرتك في لفت سلاب ونظم التعليم، نظم التعليم هابط. نفتح نشوف لفت سلاب. نظم التعليم بالمرة يعني مش هيجرى حاجة. نظم التعليم هابط لل3. أنا فاكر نظم التعليم ده بعد ما صعد النص جنيه قال لك ده رايح ل2 جنيه وبتاع، أنا قلت لأ هابط، فهو لسه هابط لل3. ليفت سلاب بيهزق الخط ده فهو هي ليفت سلاب هياخد رهينة بعد ما وصلت ل20 جنيه وال23 كمان، فكانت منطقة بيع. فانت لازم تبيع لانه مش قادر يسيب ال23. لما يعدي ال23 ويرتكز عليها ابقى ارجع اشتري فيها تاني. قاهرة زيت وصابون، القاهرة زيت وصابون اعتقد ان عنده مزيد من الهبوط. نعمل فيه ايه؟ هو هابط، مش حابب تخسر زود فيه متوسط، حابب تخسر وتخش سهم تاني فهو هابط، مش عارف اقول ايه. ارامكو سباير
سهم الاهلي التنمية ده انا قلته. هو لو عليه اكتتاب فهو الطبيعي يهبط، والاكتتاب هيهبطه اكتر، لكنه بعد الاكتتاب هيرجع يصعد. فهو لو الهبوط ده بسبب الكتاب فانت كمل فيه ما تقلقش، هتطلع كسبان في الاخر. رامكو برضو نفس الفكره يا جماعه، اي حاجه فيها صعود كبير كده لازم تصحيحها يبقى كبير برضو، فانت عندك تصحيح للاتنين 4. سباير مش لاقي طبعا. يا جماعه اكتبوا الكود، يا جماعه اكتبوا الكود بالله عليكم. دولة المحاصيل قلته، مصر الجديدة قلته، سبيد نجيب سبيد، وشيني وإعمار. إعمار أنا حللتها مرة تقريبا، بس نشوف سبيد الأول. من زمان والنص جنيه تقيلة قوي على سبيد، فأنت يستحسن ما تخشش في سبيد، لأن أعتقد إن هو في ترند هابط. شيني نفس الفكرة، كان عنده منطقة شراء هنا لكنه نزلها وكسرها لتحت، وكسر منطقة الدعم دي كمان لتحت، فيستحسن تبيع. إعمار أنا قلته مرة يا جدعان، قلت إعمار أنا مرة. أمك قلته، جهينة قلته، MTI قلته، شيني قلته، ستيكرير قلته، سبيد ميديكال قلته، وMTI قلته، والARCC دي هنشوفها. عربية الأسمنت لا دي مقلتهاش، ممكن تشتري فيها لأن دي جولدن زون فوناتش، ممكن تشتري، بس أمن نفسك تحت لو نزل تحت 12/4 جلسة كاملة بيعه. أمك قلنا كده، ديت قلناها، عايزين نسمع ليا. ISMA أعتقد إن مازال ليها هبوط، دي منطقة شراء وأعتقد في ليها هبوط، لكنه هبوط مش هيطول وهترجع تصعد بعده. جهينة قلناها، MTI قلناها، متبقي عبورلاند أعتقد OLFI. عبورلاند أعتقد عملت منظر إيجابي تشتري منه، لكن برضو الأمان ما تشتريش لأنها اتحركت تحرك كبير في وقت قليل، فالأمان إنك ما تشتريش في عبورلاند، ولو لو كسبان فيها بيع أحسن. وبس كده احنا خلصنا الأسهم. هنزل لكم النهارده ال7 أسهم الجديدة. أبو قير الأسمدة، والله ما ماشي خدتش بالي. أبو قير الأسمدة، أهل التنمية والاستثمار اسكندرية حوالات، ماشي معاك أبو قير وأهل التنمية والاستثمار، واسمها اسكندرية دي. أبو قير منطقة ال60 يعني، ما كانش حد يتوقع، وأبو قير في الثلاثينات إن هو هيبقى 100، وهو 100 ما كانش حد يتوقع إن هو ينزل تاني ل60. فبالنسبة لي أبو قير طبعا من الأسهم الكويس ولازم تشتري فيها، وأبو قير مثلا عند 120 جنيه قريبا جدا. اسكندريه حاويات، اللي مخلي اسكندريه حاويات بتهبط ان في توزيع ارباح قريب عليها وبتاع ومش عارف ايه، ففي عليها كلام. بعد توزيع الارباح هتهبط اكتر، يبقى اشتري فيها. اعتقد انها نازله 36 لاوائل الثلاثينات، ومنها هترجع تصعد تاني. شكرا على مجهودك، ربنا يخليك. كنت متعود على فيديوهاتك كل يوم، وانا كمان والله كنت متعود عليها، بس الدنيا. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. هنزل لكم ال7 اسهم بعد ما الفيديو ده ينزل على طول. هنسيب رابط القناه العامه في الكومنتات، اللي حابب يشترك في القناه الخاصه او اداره المحافظ يتواصل معايا من خلال التليجرام. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.